ايوا صاحبي كان نجي انا راه في الرباط كنجي ماشي اللي ديال لا جابوا الدراري مطري ولا مازال؟ ايوا صاحبي كان نجي انا راه في الرباط كنجي نقعد انا وياه في المسافه. نتواجد الان من ارضيه ملعب الامير مولاي عبد الله حصة التدريب الاخيره للمنتخب المغربي استعدادا لمواجهه النيجر لحساب 7 جولات تصفيه افريقيا المؤهله للمونديال. الملاحظ هو الغياب الوحيد والمؤثر هو مهدي فودي للاصابه للاسف غياب عن الميادين لمده لا تقل عن 6 أسابيع مرة 3، وان شاء الله العوده بعد اسبوعين. ماذا عن 3 أسابيع ساكون متواجد طبعا في خلال كاس افريقيا داخل اسوار هذا الملعب، هذه المعلمه الجميله، جوهرة العاصمة الرباط كذلك المملكة المغربية. ونتمنى التوفيق لنا ولكتيبة وليد الركراكي ولكل الصحفيين والزملاء في تغطية هذا العرس الإفريقي. ويلي 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 شو
مش باش نباطري. السلام عليكم. اجمل ما شفت اليوم هو التصفيق ديال هذا الامير مولاي الحسن على العمال ديال المركب مولاي عبد الله، وهذا التصفيق يستحقونه بشده. علاش؟ لانه قبل ما يتم هذا التيران وقبل ما يكون هذا المشروع بزاف ديال الناس شكوا في النتائج ديالو. كاين اللي طوى على الذكاء الاصطناعي، كاين اللي قال لك واخا يطير وما يبنيوهش. وهاد العمال وهاد المهندسين وهاد الاطور داكشي اللي داروا فهما كيزيدوا من المصداقيه ديال المغرب، والمصداقيه ديالهم هما من المصداقيه ديالنا كاملين، ولذلك فهم يستحقون التشجيع والتصفيق من كاع المغاربه. وان شاء الله غنكونوا مع مشاريع اخرى اكبر وتهم كل القطاعات. انا كنعرف بزاف ديال الناس كيغوتوا باغيين مشاريع في التعليم والصحه، وكنأكد لكم بانه كلشي جاي في الطريق، ولكن بزاف ديال المشاريع متعلقه بالتعليم والصحه دابا طور الانجاز. وبفضل الناس بحال هادوك اللي كيشدوا في كلمتهم وكيخدموا بالليل وبالنهار غادي يكونوا الانجازات وغتكون المصداقيه. شكرا لكم من كل القلب.